برج الجوزاء، ومرحبا ببرج الجوزاء. بناخد الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر ليك يا جوزاء والطاقة بتاعتك وطاقتك، وبنتكلم عن من الشخص اللي بيفكر فيك دلوقتي والرسالة اللي هو عايز يوصلها لك. ويا ترى الشخص ده شخص جديد ولا من الماضي؟ يلا بينا ونبتدي القراءة يا جوزاء. أول حاجة بناخد الطاقة العامة للجوزاء. اوكي، نحط النية ونستقبل الطاقة علشان يوصل لنا كل المعلومات والأخبار اللي محتاجين نعرفها. الطاقة العامة للجوزاء، بسم الله. الجوزاء يشعر بالقوة، يشعر بالقوة والتوازن جواه، حاسس بقوته وبتوازنه، وشاعر ان هو الى حد ما افضل من الفترات اللي فاتت، لكنه في شيء واجع قلب الجوزاء ومدمر نفسيته. حاجة عايز يغيرها في حياته، حاجة تعب منها بقاله فترة طويلة في حياته، نفسه يخلص منها. يعني أن الأوان خلاص إن الجوزاء خلاص يخرج من هذا الإطار، أو يخرج من الدنيا اللي هو فيها، أو يخرج من الأمر اللي هو فيه، أو يخرج من ممكن يكون مكان، سكن، شغل، علاقة هو محتاج. خلاص شايف إن آن الأوان إن هو يخرج براها ويستقل بنفسه أو يستقل بذاته، ويتخلص من الأمور اللي كانت بترهقه. هي ممكن تكون ما كانتش وحشة أو شيء سيء جدا، لكن شيء ما بقاش مريح خلاص للجوزاء. اعتقد ان الجوزاء بياخد القرار وبيقدر ياخد القرار، وبشوف كمان ان هو بياخد القرار بالفعل، بياخد القرار وخلاص بيحط رجله على الارض الصلبة زي ما بنقول، وبيبتدي يغير افكاره. طيب خلينا نقول وناخد مين الشخص اللي بيفكر فيك دلوقتي يا جوزاء؟ مين الشخص اللي بيفكر فيك الآن يا جوزاء؟ من الشخص الذي يفكر فيك يا جوزاء؟ شخص إلى حد ما عنده عطاء، عنده أخذ وعطاء. كمان شخص ما الشخص ده خارج من أزمات، من أمراض نفسية شوية، من أزمات نفسية، من أزمات مادية كمان. خلاص هو كان بينهي حاجة في حياته وابتدى بيبتدي نفس الشخص ده بيبتدي حياة جديدة، أو مشاعر جديدة، أو خطوات جديدة في حياته. ممكن يكون شخص عانى كتير، كان خارج من علاقة ومن ماضي مؤلم، من ماضي مؤلم، بيتشافى وبيتعافى وبيحاول يخرج. بس هو شخص عقله كان مدمر حياته إلى حد ما، أو بيفكر بعقله في حاجات مدمرة حياته ووقته. أوكي، طب خلينا نكمل ونقول الشخص ده شخص عنده حماس، شخص عنده مختلف، شخص عنده حماس كتير، شخص عنده نشاط، شخص مغامر جدا، ما عندوش مشكلة ان هو يعمل اي حاجة هو شايفها صح. شخص منفتح على العالم، وشخص كمان بيحب التغيير، وشخص عايز دايما تغيير في حياته، بيسعى الى التغيير. شخص عنده امكانيات كتيرة جدا بتساعده انه يغير حياته طول الوقت يا جوزاء. شخص متغير، شخص مبدع، عنده إبداع، عنده اتصال روحي، وعنده كمان اتصال بالعالم، وكمان عنده إمكانيات مختلفة، وبيحس إن هو يقدر يعمل أي حاجة، وعدى بأيام كتير ومواقف كتير خلقت منه شخص مبتكر، شخص متغير. طب إيه الرسالة اللي هو ممكن يكون عايز يوصلها لك يا جوزاء؟ إيه رسالته ليك؟ آه، الشخص ده مقيد، متقيد، عايز يعبر عن كلام كتير جدا ليك، بس في حاجة مقيداه وحاجة بتبعده، ظروف، أمور، حاجات مش عارف يخرج منها.
شايف نفسه مش عارف يتعامل معاها، فمش عارف يكلمك او مش عارف يتواصل معاك او مش عارف ياخد قرار او موقف. شخص مقيد. الشخص ده ممكن يكون مقيد بعلاقة، يعني في حياته علاقة مؤيداه، او في حياته قصة شريك مأيده، او في حياته حد بيأيده، حد مرتبط بيه، حد من عيلته، حد شريك، حبيب اخر، علاقة تانية. بس الشخص ده مش عارف يعبر لك عن حاجات كتير قوي في قلبه. اوكي، خلينا نقول انه شخص خارج برضو من ازمات، وبيحاول يدافع عن نفسه، وبيحاول يقف على ارض صلبة لنفسه يعني. وكمان عايز يثق في نفسه، عايز يثق اكتر في نفسه، علشان مش عايز يواجه، يعني مش عايز يواجه متاعب مصاعب. هو بيحاول يكون شجاع وقد موقفه. كمان شخص عطوف وحنين، وشخص عنده عاطفة كبيرة جدا، شخص ناضج، شخص عاقل، شخص متوازن في خطواته ودارس خطواته كويس قوي. وكمان عنده آه ناضج، عنده ممكن يكون مر بعلاقات كتير، مر بظروف كتير، مر بأمور كتير. عنده كم من النضج العالي جدا، اللي يقدر يفكر ويخطط ويدير حياته العاطفية الرومانسية، لأنه رومانسي جدا جدا جدا. أوكي، كمان بشوف إن الشخص ده ممكن يكون حياته مش راضي عنها، وكمان ممكن يكون منفصل برضو، ممكن يكون في فترة انفصال، ممكن يكون شخص كان منفصل بيك وبيحاول يرجع لك تاني. احتمال كبير يكون من للبعض منكم شخص من الماضي، وللبعض منكم شخص جديد. احنا قلنا دي طاقة عامة، وكل واحد بياخد الإجابات اللي تمشي معاه أو تنطبق عليه. طب خلينا ناخد رسالة من قلبه. عايزين ناخد رسالة من قلبه عايز يوصلها لك، رسالة رومانسية من قلبه عايز يقولك ايه. عايز يقولك كلام كتير، كلام بيقع لوحده. اوكي، بالاول بيعتذر لك وبقول لك امل ان تسامحني. نحن بحاجة للسماح لبعض، يعني ان احنا نسمح لبعض بالرحيل، او ان احنا ممكن نرحل عن بعض. انا حاسس ان انا مش عارف اتعامل معاك. طيب، انا بفكر فيك، وانت دايما بتخطر على بالي ودايما في بالي. لما ببعد عنك بحس ان في حاجة كبيرة مهمة بعدت عني، لكن حاجات كتير بتمنعني ان انا اقرب منك. عايزة اعبر عن نفسي وعايزة اتكلم عن نفسي، لكن انا مش عارف اعبر لك عن نفسي وايه اللي جوايا. اوكي، بيطلب منك السلام، وبيطلب منك انك انت تسامحه يا جوزاء. اوكي، خلينا نقول يا ترى الشخص ده من الماضي او من الحاضر. احنا قلنا يا ترى الشخص ده من الماضي او من الحاضر. ناخد السؤال ده برضو معانا. بيقول لك بحبك. اول اول حاجه طلعت لك يا جوزاء، بيقول لك بحبك. معناه ان هو بيحبك بس مقيد، معناه انه بيحبك بس مش عارف يتعامل. ممكن يكون في علاقه مع حد تاني، ممكن يكون بينفصل، ممكن يكون مسافر، ممكن يكون مشغول، مش عارف يعبر لك عن احساسه. انا منجذب ليك جدا. اوكي، الشخص ده بيحاول عن طريق التارو يبعت لنا رسائل يا جوزاء. يعني الرسائل، انا بسأل في سؤال وهو بيبعت رسائل تانية خالص. رسالة بتقول لك انا بحبك، رسالة بتقول لك انا منجذب ليك جدا، ورسالة بتقول لك اشياء كثيرة تذكرني بك. واضح ان مشاعره طالعة معانا في القراءة اكتر، مشاعر الرومانسية طالعة اكتر يا جوزاء. طيب خلينا نقول تاني، كل ما اجي اسأل هل من الماضي او من الحاضر يطلع رومانسية. انت جدير بهذا الحب، انت تستحق هذا الحب. هو شكله مش عايز يخاطرنا غير بالرومانسية بس، او كمان مش عايز يوضح، لان فعلا للبعض منكم حد جديد او حد من الماضي. بس الشخص رومانسي جدا وعنده مشاعر كبيرة جدا ليك يا جوزاء.